وأمام استمرار دوامة العنف داخل سوريا، يتواصل تدفق اللاجئين السوريين الوافدين إلى الأردن على المستشفى الميداني طب الجراح المغربي بمخيم الزعتري، وذلك بشكل تصاعدي، حيث وصل عددهم إلى حدود يوم أمس إلى نحو 180,080 لاجئ ولاجئة. تقرير خديجة زروال. يواصل المستشفى الميداني المغربي بمخيم الزعتري تقديم خدماته الطبية للاجئين السوريين الذين يتلقون العلاجات في مختلف أقسامه، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات المستشفى أكثر من 118,000 لاجئ سوري. ويعتبر المستشفى الميداني المغربي الوحيد الذي تظل أبوابه مفتوحة في وجه اللاجئين على مدار اليوم، فإلى جانب الخدمات الطبية الاعتيادية التي يقدمها المستشفى، أصبح في الآونة الأخيرة يستقبل حالات جديدة تتسم غالبيتها بالخطورة، كما هو الشأن بالنسبة للمصابين بحروق بليغة جراء اندلاع الحرائق في الخيام. كما يستقبل المستشفى أيضا حالات الولادة الصعبة، والتي بلغ عددها حوالي 158 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للعمليات الجراحية التي أجريت بالمستشفى حوالي 584 عملية. ويشكل الأطفال في مقدمة المستفيدين من الخدمات الطبية بحوالي 60,788 طفل، يليهم النساء. للإشارة فإن المستشفى المغربي الذي يعد الأكبر من نوعه في المخيم تصل طاقته الاستيعابية 60 سريرا، وهو مستشفى متكامل يتوفر على كل المقومات الكفيلة لتمكينه من تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لهؤلاء اللاجئين.